السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده فيديو جديد كده. طبعا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده من رمضان يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. كان عندي يعني وكده، فقلت ايه امنتجه وانزله لكم. طبعا في رمضان ما كنتش بقدر انزل فيديوهات على طول وكده، يعني كان عندي شويه ظروف كده وكنت تعبانه شويه. فاللهم لك الحمد، يعني الحمد لله على كل حال. قلنا بقى الفيديو ده طبعا كنا بعمل كوكتيل او كنت ايه، بلح كده. طبعا المعتاد بتاعنا بقى في رمضان يا اما بنبل بلح او بنبل عصير. وكنا بنعمل بقى التمر هندي. ما شاء الله خير رمضان كتير، وكل سنه وانتم طيبين، ونعاد عليكم يا رب وعلى كل حبايبكم بالخير. طبعا انا كنت بل تمر زي ما انتم شايفين كده، وحط عليه غسلته حلو، وقمت حاطه عليه ميه وسكر وسيبته بقى ايه يتنقع كده زي ما انتم شايفين. وطبعا الجو برد كان بقى ايامها كده، كان الجو لسه مش قوي يعني، مش حر ولا حاجه، فما كنتش بحطه في التلاجة. احنا بنحب نحط على البلح بتاعنا فاكهه، يعني بنحط عليه كوكتيل بقى كده، يبقى طعمه حلو قوي. تحط عليه شويه زبيب، تحط بقى ايه، فواكه مجففه اللي عندك. انا كان عندي تفاح وموز، فضفت عليه تفاح وموز وحطيت شويه زبيب. بيبقى طعمه حلو قوي. كوبايه من دي مغذيه يا جماعه قوي، لو انت عملتها كده للولاد او كل حد فيكم خد كوبايه من دي كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مغذيه وحلوه. طبعا البلح مغذي جدا، ولما بنضيف عليه بقى شويه فاكهه مع السكر مع كل الحاجات ديت، بتبقى مغذيه جدا للولاد ولينا كمان وللكبار كمان. كوبايه من دي بتدي طاقه كده وحاجه كده، بسم الله ما شاء الله. بقى تروحي تصلي تراويحك، بعد صلاه التراويح كده تيجي تاخدي لك كوبايه كده، ما شاء الله مغذيه جدا ومفيد. طبعا احنا كنا بنعمله كده، وكنا بنعمل كده يعني نروح نصلي التراويح بقى نفطر منه. نفطر على على تمريه كده او على شويه بلح. وبعد صلاه التراويح كده بقى نيجي ايه، كل واحد ياخد له كوبايه كده، او اللي عايز يشرب بقى في اي وقت بيشرب. ممكن بقى كنا بنعمل جنبه عصير مانجا. طبعا عصير اللهم صل على النبي، عصير التمر الهندي طبعا كان اساسي، لان انا عندي ولادي بيحبوا التمر الهندي جدا. وطبعا الولاد كلهم يعني بيحبوا التمر الهندي، ولاد صغار وكبار كمان. قلنا بقى هنعمل شويه قطايف في اليوم ده، كنا هنعمل قطايف. عايزه اقول لكم انا كان نفسي اصور لكم كل يوم في رمضان، بس ما قدرتش خالص، معلش بقى سامحوني. ده فيديو كده ايه، ما كنتش اصلا عارفه اصور خالص، ما كنتش قادره اصور وما كنتش عارفه اصور. فاللهم لك الحمد اهوت. بدات يعني، دي كان فيديو كنت مصوراه كده، فقلت انا امنتجه وانزله معاكم، يعني كان موجود على التليفون. كنا في اليوم ده هنعمل قطايف. جبت بقى القطايف كده، كانت ما شاء الله صبحة وجميلة. حتى كان نفسي اعمل قطايف معاكم بالعجينة، وكان نفسي اعمل حاجات كتير، بس معلش اللهم لك الحمد، ما قدرتش اعمل حاجة والله، الوقت ما كانش ساعدني خالص، وما قدرتش اصور معاكم اي حاجة. المهم، جبنا القطايف بتاعتنا بقى كالصبح زي ما انتم شايفين، وجبت المكسرات بتاعتي عبارة عن ايه، جوز هند سوداني، إيه اللهم صل على النبي، زبيب. وتحط طبعا لو حابه تحط شويه سكر، معلقتين سكر كده في الخلطه ديت. وهبدا احشي بقى ايه القطايف بتاعتي كلها بنفس الطريقه كده. احشيها بقى واقليها في الزيت. وطبعا هنعمل لها شربات حلو قوي، شربات القطايف بيبقى تقيل مش خفيف، علشان معاكي يشرب كده ويبقى حلو، وتبقى ايه اللقمه تبقى طعمها حلو، وشاربه العسل حلو. ما شاء الله. بصي القطايف بتاعتي منها جايه الصبح من عند الراجل، بتلاقيها بتلزق بسهوله وتلاقيها حلوه، يعني ما شاء الله عليها. اللهم بارك اهوت. هنبدا بقى نقفل كل كده كلها كده، وايه هبدا اشكلها كلها بنفس الطريقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنسيش اختك بقى باللايك الحلو بتاعك والكومنت الجميل. ولو مش مشتركه معايا في القناه اشتركي يا حبيبه قلبي وفعل الجرس، عشان باذن الله يوصلك مني كل جديد. انا كنت طبعا فوق ده عملت الشربات بتاعي، كنت حاطه كوبايتين سكر على كوبايه ونص من الميه، وبعدين غليتهم كده حوالي 10 دقايق وعصرة ليمونة، وسبتهم بقى ايه، كنت منزلهم لسه من على النار، فضيتهم في البولة دي عشان يبردوا يعني. وادي القطايف بتاعتي كمان. آه خلاص كده انا عملتها كلها، حمرتها كده، حمرتها في الزيت زي ما انت شايفه، اديت لها لون حلو. وبعدين ايه، قلت بقى اسقيها بالشربات. طبعا الشربات بتاعي برد، قلت هسقيها بالشربات بقى وايه، واركنها على جنب عشان نعمل الفطار بتاعنا. اللهم بارك زي ما انتم شايفين اهو خلاص. بدات اخلص كل القطايف بتاعتي، ما شاء الله الكميه جت لي حلوه قوي، دول كانوا حوالي نص كيلو او نص كيلو وزياده شويه يعني. بدات ان انا ايه، اسقيهم شربات كويس، وبعدين هسيبهم بقى واركنهم على جنب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه بقى ايه اقول لاصحابي وحبايبي واخواتي كل سنه وانتم طيبين. ام عمر الغاليه ورضوى
واللهم صل على النبي وليدي وكل حبايبي وام حمدي، وعايزه مش عايزه انسى اي حد. ربنا يبارك لكم، كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وكل اللي معايا على القناه ربنا يصلح حالهم، وكل سنه وهم طيبين، ونعاد عليكم وعلينا وعلى كل حبايبكم بالف خير يا رب، اللهم امين. وكلكم وحشتوني والله. يا رب دايما اطمن عليكم كده وتبقوا كويسين وحلوين، وتبقوا دايما في سعاده كده، وربنا يجازيكم كل خير ويصلح حالكم واحوالكم يا رب، اللهم امين. خلصت بقى ايه اللهم صل على النبي، القطايف بتاعتي، وكان عندنا سمك مشوي، شوينا السمك بتاعنا، دي سمكة رنجة بتبقى حلوة اوي، تبقى سمينة في الفرن كده. طبعا انا شويتها بقى، كنت عاملة رز في الفرن، دست رز، وكنت بقى عاملة سلطة وبطاطس وبتنجان وخيار، وطبعا طعمية شيء اساسي طبعا عندنا في رمضان ديت. تبقى على الفطار كده، انا بجيبها واقليها كده، بعمل لها حشوه بالطماطم بالشطه وبقليها، وبتبقى حلوه وبتفتح النفس. وده كان فطار في يوم من ايام رمضان يعني. كل سنه وانتم طيبين. وكده الفيديو بتاعي يكون خلص، واشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.